ازاي تشوف كل اجزاء بنتين بالترتيب الصحيح، ترتيب الحلقات والافلام بالكامل. ليه الفيديو ده مهم؟ لو انت من عشاق بنتين لكن متلخبط بسبب كثرة الاجزاء، الحلقات الخاصة والافلام، فالفيديو ده هيكون دليلك الكامل. هنتكلم عن كل حاجة: المسلسلات بالترتيب الزمني، الحلقات الخاصة والكروس اوفر اللي مينفعش تفوتها، الترتيب الصحيح لمشاهدة بنتين من البداية للنهاية. اولا، بنتين السنة الخامسة بعد الألفين. البداية الأسطورية، البداية الكلاسيكية، لما بين بيلاقي ساعة الأومنيتريكس لأول مرة وبيبدأ مغامراته ضد الفضائيين والأشرار. السنة السابعة بعد الألفين. الفيلم الأول، بين 10 Secret of the Omnitrix. أحداث الفيلم بتدور داخل الموسم الرابع من السلسلة الأصلية، وده مهم جدا لفهم القصة. السنة السابعة بعد الألفين. الفيلم الثاني، بين 10 Race Against Time. فيلم لايف أكشن بيكمل بعض الأحداث لكنه مش مرتبط بالقصة الرسمية. ثانياً، بنتين فورس الفضائي السنة الثامنة بعد الألفين. بين المراهق والقوة الجديدة. بعد مرور 5 سنوات، بين بيرجع بقدرات جديدة وشكل مختلف وبيواجه تهديدات أخطر. السنة التاسعة بعد الألفين. الفيلم الثالث، بين تشن Alien Swarm. فيلم لايف أكشن بيكمل قصة فورس الفضائي بمغامرة جديدة ضد فضائيين جدد. ثالثاً، بنتين المطلق السنة العاشرة بعد الألفين. القوة المطلقة. بعد أحداث فورس الفضائي، بين بيحصل على نسخة مطورة من الأومنيتريكس بتديه تحولات أقوى من أي وقت فات. السنة الثانية عشرة بعد الألفين. الفيلم الرابع، بين تشن Destroy All Aliens. فيلم أنيميشن ثلاثي الأبعاد وبيعتبر نهاية القصة الكلاسيكية لبين تينيسون قبل ما ننتقل لأومنيفرس. رابعاً، بنتين الكون المتعدد السنة الثانية عشرة بعد الألفين. الأكوان المتعددة والمزيد من الفضائيين. بين بيستكشف أكوان جديدة وبنتعرف على نسخته الأصغر سناً في مغامرات مشوقة. حلقات الكروس أوفر مع شخصيات تانية من كرتون نتورك. بين 10 جنريتور ريكس هيروز يونايتد. مواجهة بين بين وريكس. OKO Let's be heroes. ظهور بين تينيسون في كروس أوفر مجنون. خامساً، بين 10 الإصدار الحديث، النسخة الحديثة، السنة السادسة عشرة بعد الألفين. السنة الواحدة والعشرين بعد الألفين. إعادة إنتاج للقصة الأصلية بأسلوب جديد مع تغييرات في تصميم الشخصيات وبعض الأحداث. السنة العشرين بعد الألفين. الفيلم الخامس، بين 10 vs. The Universe. فيلم الخاص بالإصدار الجديد لكنه ممكن يتشاف كقصة منفصلة. هل في جزء سادس لبن 10؟ لحد دلوقتي مفيش إعلان رسمي عن جزء جديد، لكن في شائعات عن عودة بن 10 بقصة جديدة كلياً. هل تتوقع جزء جديد من بن 10؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك واللايك لدعم القناة.